يا جمال الالوان ويا جمال الطواجن. شايفين يا جماعه الطواجن الجامده دي؟ الطواجن دي تنزل في قلبي مش في معدتي. طاجن كوارع وطاجن فتة الكوارع، ولا الشوربه حكايه. انتي حطي عليها بس ليمون وهي تروح في حته تانية. تعالوا بقى لما اقول لكم عملت الكلام ده كله ازاي. عندي هنا الكوارع كنت نقعها في ميه فيها ملح وسكر وجنزبيل ودقيق وليمون، وسبتهم في المحلول ده لمدة 4 ساعات، وغسلتهم كويس. وبعد كده هنزل بيهم في مية مغلية ياخدوا غلوتين على النار، برضو علشان اتأكد ان الكوارع نطفت خالص. بعد ما اخدوا غلوتين على النار كده، هكون محضرة حلة تانية علشان نسوي فيها الكوارع. الحلة دي فيها مية مغلية، وحاطة فيها بصل وجزر ولورا وحبهان وفصين من التوم، وكمان لو في عود كرفس هيبقى حكاية. يلا بينا ننزل بالكوارع في المية المغلية دي. بعد كده هنزل برشة من الفلفل الاسود، ورشة من جوز الطيب، وربع معلقة صغيرة من السكر. عايزة اقول لكم هتاخدوا احلى شوربة كوارع. يلا بينا نحضر الصلصة. عندي هنا معلقتين كبار من الزيت، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، واشوح الثوم كده، واول ما يدبل هنزل عليه بعصير الطماطم. واول ما الطماطم تغلي بالشكل ده هنزل عليه معلقتين كبار من الصلصة، بس علشان يعززولي لون الصلصة بتاعتي. بعد كده هحط معلقة كبيرة من السكر، وربع معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقتين كبار من الخل. ويلا بقى نظبط الملح. وهنا كانت الكوارع استوت، عايزه اقول لكم كانت طالعه زبده كده. طبعا احنا كل ده ما حطيناش ملح خالص، انا ما بحطش الملح غير لما الحاجه تستوي. فهنا دلوقتي هظبط الملح، وكمان هديلها رشه من الفلفل الاسود، وناخد بالنا علشان احنا الصلصه حاطين فيها ملح طبعا. هقلب الكلام ده كله مع بعض، ويلا بينا ننزل بالصلصة على الكوارع. وطبعا في الوقت ده انا مسخنة الفرن. ويلا بقى ندخل الطاجن الجامد ده، طاجن القنبلة ده، في الفرن. ويلا نحضر الرز مع بعض. عندي هنا 3 كوبايات من الرز المصري، غسلتهم كويس وسبتهم يتصفوا من المية. هشوحهم في الزيت، ولكل كوباية من الرز هحط عليها كوباية مية مغلية. بس انا هنا حطيت كوبايتين مية مغلية وعليهم كوباية من الشوربة، وحطيت كمان معلقة كبيرة من الخل. عايزة اقول لكم معلقة الخل دي لرز الفتة بتخليه حكاية. ويلا نعمل الطشة. عندي هنا معلقة كبيرة من الثوم المفروم مع نص قرن فلفل حامي كده، فرمتهم كويس وهشوحهم في الزيت. واول ما يتبلوا كويس هنزل عليهم بالخل. وبكده تبقى معانا احلى طشه. شايفين بقى الطاجن بعد ما طلع من الفرن ازاي حكايه، بيوحوح كده وفظيع. عايزه اقول لكم هتاكلوا طاجن كوارع حكايه. سمعتوا صوت العيش ازاي متحمص حلو؟ انا العيش ده قطعته قطع صغيره كده، وحطيت عليه زيت وزبده وحطيته في الفرن يتحمص. بعد كده بنحط العيش في الطاجن، وننزل عليه بمغرفتين من الشوربه. وبعد كده نحط الرز المفلفل الجامد بتاعنا ده. وبعد كده بعد ما ظبطنا الرز يلا بينا ننزل بالصلصه الحلوه بتاعتنا. شايفين الالوان يا جماله، بجد يا جمال الالوان. هتاكلوا احلى فتة كوارع. امشوا بنفس التفاصيل اللي انا عملتها كده، وانتوا هتاكلوا طاجن حكايه. ونحط بعد كده الكوارع في النص،
وبعد كده ننزل بالطشة. عايزه اقول لكم طاجن بجد حكايه. يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفولو لصفحه الفيسبوك.